هي ده نوع من الثقافة بتاعتنا. احنا ثقافتنا في مثلا في السودان المرأة تقبل انه تيجي عليها ضرة، والمرأة تزوج هذه زوجها. ثقافة إسلامية وليست هي إسلامية، لا معلش هي إسلامية، لكن قبلية. إحنا قد نكون متمسكين. يعني أنا حصل خناق أنت بيني وبين الأخوات تقبلين؟ المصريات. أنا أقبل لأنه زوجت أبي، وزوجي يتزوج صديقتي، والآن الله أنا ما شاء متواصلة الله. معاهن بسم عادي. الله ما يعني شاء مثلا الله. في ظروف المرأة إذا زوجت كانت من؟ زوجت أبي، والآن وجوزها لدي مجوز 4 من صاحبتها. الإخوان أفتخر بسم بهم الله جدا. ما شاء الله. زوجت أبيك؟ زوجت نعم. أبي، أيوة، نعم. ولي 4 من الإخوان أفتخر بهم جدا. وأمك موجودة؟ أمي موجودة، الله يرحمهم، الآن كلهم يا راحوا. فرحتها بس أنا بيكي ما شاء حسيت الله. إنه بابا لسه كان في شبابه، ولسه ممكن يكون عنده أولاد. وأمك وأمي موجودة؟ موجودة وهي خلاص حست بنفسها، يعني دخلت في الزوم بتاع إنها كبرت. فليه أنا أحرمه؟ زوجت أبي، والآن لدينا 4 من الإخوة أفتخر بهم بارك لأنه الله يحملون اسم أبي. بارك الله. وهذه عادات، هذه يعني ليست هي خصوصية. لا خصوصية للسودان. خصوصية عندنا مثلا في غرب السودان عندنا قبيلة معينة اسمها الفور. المرأة بتزوج زوجها الأولى والثانية بيتفقوا مع بعض، وتيجي الثالثة يتفقوا مع بعض ويوزعوا الأدوار بيناتهم. في وسط السودان مثلا في الخرطوم لا يوجد. المرأة في الخرطوم تغار على زوجها وما تقبل إنه تجيها ضرة، قد تنتحر وقد تموت وقد تشنق نفسها وقد. لكن احنا عندنا وأنت في غرب زوجتي السودان زوجك؟ أنا زوجي تزوج من صديقتي، لن أعترض. عرفتي؟ وفرحتي؟ عندنا مثلا الرجل، فرحتي؟ ايوه فرحت، ما خلاص جابت ولد لبناتي اخ. يا ما شاء ايه الله. المشكله؟ يعني احنا عندنا سكنين في الرجل، نفس المنزل؟ لا كل واحد في حاله، بس خلاص يعني انا بقبلها. يعني الرجل عنده مال كنت وعنده علم، تتمنين أن لا ايوه يفعل لازم ذلك؟ يكون عنده. لا اتمنى ذلك، اتمنى انه يكون عندنا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اني مكاثر بكم الامم. كيف يكاثرهم من غير زواج والانجاب؟ بعدين عندك ظاهره العنوسه، كيف نحارب ظاهره العنوسه؟ في تعدد الزوجات. لازم تعدد الزوجات، بدل ما يتزوج في السر احسن يتزوج علنا.